السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. صلوا على النبي جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا النبي. آه، خلاص كل يوم مفيش جديد، انتقالات للسعودية، نجوم للسعودية، نجوم عالمية أوروبية إلى السعودية. سواء بقى كبار في السن أو صغيرين او لسه نجوم متلألئين في سماء الكرة العالمية او بارقهم انطفى شوية. الجديد ان زي ما احنا عارفين الحارس الاسباني ديخيا ساب مانشستر يونايتد بعد سنين طويلة في مانشستر يونايتد. وانا من رأيي في ناس مشيلاه الليلة بتاعت مانشستر يونايتد انه هو سبب ضعف مانشستر يونايتد، وهو لا، سبب ضعف مانشستر يونايتد الإدارة الأمريكية والتهمة الداهية المدافع ماجواير. سببين ما يختلفش عنهم اتنين وواضحين زي الشمس، ولا تشيل لي المسألة لرونالدو ولا لديخيه. رونالدو كان هداف الفريق لما راح السنة اللي وهو عجوز، واتنين هاتريك في توتنهام وفي فرقة تاني. مش أي لعيب يجيب اتنين هاتريك في الدوري الإنجليزي وهو عنده 37 سنة. رونالدو عملها. هالاند في اول السنه تقريبا ما عملهاش، صلاح في اول سنه تقريبا ما عملهاش. هاتريكين وعنده كام 37 سنه لما كان في مانشستر او 36. فموضوعنا النهارده اللي جايين عشانه ان ديخيا لاعب حر مش من مانشستر يونايتد، ما راحش نادي حتى الان، كبير في السن لكن يقدر يدي. هو رفيع، جسمه مرن، الترايات بتاعته الاستريتش فيها حلو. يعني انا بكلمكم بحكم ان انا حارس مرمى، الاستريتش بتاع ديخيا في الطيرة حلو، ستايل، وياما شال مانشستر يونايتد في ازماته. فاللعيب دوت قريب من النصر السعودي. النصر السعودي عنده مشكلة في حراسة المرمى، وكذا مرة أقول في الفيديوهات السابقة النصر عنده مشكلة في حراسة المرمى. طبعا خط الدفاع خلاص، النص والهجوم بقى قوي، وإن كان لسه عايز شوية انسجام، لكن في الحقيقة حارس المرمى بتاع النصر ضعيف، أخطاؤه صعبة. فديخيا أقرب حل لنادي النصر، وهو الأقرب للتعاقد مع النصر في الأيام المتبقية القليلة من فترة الانتقالات الصيفية، ومش بسعر عالي، يعني مش بسعر عالي. جبت الكلام ده منين؟ تقارير إنجليزية أكدت إن في مفاوضات بس مش قوية ما بين ديخيا والنصر السعودي. مش قوية يعني مفيش حماس في المفاوضات، مفيش شغف من النصر السعودي إن يتعاقد. يعني عارف بكلمك كده وأنا إيه، مذبذب متردد، أجيبك ولا لأ، أجيبك ولا خلي اللي عندي يكمل وخلاص. ممكن بقى إيه، إدارة النصر مش واثقة قوي في ديخيا وأدائه، حاسة إن الصفقة ممكن ما تبقاش. بس أنا من رأيي لا، ديخيا يدي في النصر السعودي قوي. Suter's cross intended for Iheanacho, found him! Crystal Palace! And Oviedo, another blinding save for the in from Veltman, good save! Here's Suarez, that's a brilliant save! Peters, Hernandez, what a save! That's a زي ما قلت الهلال عنده معلومة كويس قوي، فراسة المرمى كتير قوي، حتى مع احترام الحارس الوحيد. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات هل كلامي صح ولا لا. انا بحكم حارس مرمى على قدي عشان محدش يقول لي مش عارف ايه، لا النصر فيه مشكله في حراسه المرمى. ومن رايي صفقه ديخيا صفقه ببلاش،
خش فيها، خش هاتوا سنة، جربوا سنة، ما عجبكش مشيه، ومش هيكلفك 200 و300 زي الارقام اللي بنسمعها، لا حاجة بسيطة. انت اصلا لو قلت له قصر وفيلا وعربية زي ما بتعمل لبقية النجوم ممكن يقول لك مش عايز فلوس، لان هو راكن. انت بتجيب لاعب حر غير ما يكون لاعب في نادي ونجم في نادي، فانت بتدفع فيه مبلغ كبير وبتبقى مبلغ كبير في الراتب بتاعه، لا ده راكن. فمن رأيي الشخصي لو التقارير الانجليزيه دي صحيحه يا ريت النصر يجيب، عشان انا الصراحه اتمنى كريستيانو والنصر السعودي يعمل حاجه في دوري ابطال اسيا والدوري السعودي. رغم ان النصر خد البطوله العربيه برعايه كريستيانو هداف البطوله، لكن الاداء مش هو، مش اللي هو، لا مش اللي هو طالع مذبذب. خسر ماتشين في الدوري من فرقتين صغيرين، انت يعني ما قابلتش الهلال ولا الاهلي ولا الاتحاد عشان تخسر نقول ماشي فرقه كبيره، لكن انت خسران من الاتفاق مش عارف من التعاون تقريبا، يعني مين دول؟ واهلي مش عارف شباب ايه كده اللي في دوري ابطال اسيا كسبته بالعافيه. الحكم ظلم رونالدو في كام بلنتي وبتاع، لكن كسبته بالعافيه. لا لازم يكون ادائك اشرس من كده، يعني رونالدو وماني في الهجوم وتاليسكا طبعا لازم يكون ادائك اشرس من كده. فحراسه المرمى نص الفرقه. فمن رايي امشوا في الصفقه وهاتوا دخيا، هينفع جدا النصر السعودي. طبعا هيبقى نجم زي النجوم اللي راحوا. اتمنى ارائكم في الكومنتات، مشاهده للاخر، وبشكركم جدا، والحمد لله ابدا ودائما.